السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصرية. جبنا نص كيلو بطاطس وحطيناهم في حلة على النار. هي المفروض البطاطس تبقى اصغر من كده شوية عشان متاخدش سوا كتير، لكن ده الموجود عندي، ده انا نقيت كمان الصغير. حلو الكلام، كلام جميل. نسيبها بقى تتسلق وبسلقها بقشرها، لان انا مش عايزة اقشرها، عشان مش عايزاها تبقى فيها من جوه سوائل. تعالوا بقى بينا على الرخامة نشوف هنعمل ايه كمان. طيب احنا سلقنا البطاطس، حطينا على النار بتتسلق، وهي بتتسلق نعمله وصفتنا الأساسية. أنا معايا نص بانيه، جايباه فصين وأنا قطعته كده لأن أنا اوريدي هضربه في الكبة. ودول 3 بصلات صغيرين، آه، فرمتهم وصفيتهم لأن أنا مش عايزة في الوصفة دي سوائل. أضربهم في الكبة وأرجع لكم. طيب أنا ضربتها في الكبة ناعم. أحط عليها البصل اللي هو مفروم وعصراه من ميته. احط ايه كمان؟ الملح. الملح بقى حسب الرغبة، انا هحط كمية قليلة، لو دقتها ولقيتها محتاجة ماشي. احط فلفل اسمر، احط بهارات فراخ زي معلقة صغيرة كده، مش كتير. احط كركم، مش عايزة تحطي كركم بلاش، بس انا بحط كركم. الكركم ده على فكرة مفيد جدا للصحة يعني، ومن غير جوانتي ومن غير اي حاجة. نعمل ميكس كده، انا مش عايزة فيه سوائل. مكسنا بقى المقدار كله ببعضه. طيب اعمل ايه بقى؟ اشكلها. عايزه تشكليها دواير، عايزه تشكليها صوابع، اتس اوكي. لو لقيتيها طريه معاكي حطيها في التلاجة. الوصفه دي حلوه جدا. هقول لك تعملي ايه فيها اكتر من كده. اهو بالشكل ده. اكمل بقيه المقدار. البطاطس اللي سلقناها في اول الفيديو قشرتها، ولازم ادهسها وهي سخنه، علشان لو سبتها تبرد مش هتتهرس معاكي، تبقى ناعمه كده كريمي. للطعم بقى انا هرستها وخليتها ناعمه خالص. للطعم دايما احط عليها معلقه لبن بودر، نفس البهارات اللي حطيتها على الفراخ احطها هنا. كركم، ملح، وبرده الملح احط مش كميات كبيره لغايه لما ادوق واشوف. لو انتي مش واثقه من مقاديرك انا ببقى واثقه، لكن انتي بتحبي الملح زياده، انا بحبه قليل. فلفل اسمر، عايزه تحطي بيضه عليها ماشي، بس انا مش هحط بيضه لان اوريدي هتتحمر بني. احط بهارات لحمه، بهارات فراخ. اشكلها برضو صوابع زي الفراخ. ممكن تعمليها كور، سهلة جدا في التشكيل. ساعات بحط معلقة سمنة، بس هي اوريدي هتتحمر عشان ما تبقاش بس الدهون كتير. ممكن تحطيها في الاير فراير كمان. انا حطيت كفتة الفراخ
والبطاطس حوالي نص ساعة في التلاجة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نحمرها. نعمل البانيه. ده بيض وعليه ملح وعليه فلفل اسمر، والبانيه برضو البقسماط ده ريتش بيك. ساعات بعمله في البيت وساعات اكسل لما يبقى عندي عيش ياما بحمصه وبعمله، لكن ده ريتش بيك عادي. حطيت عليه طبعا ملح وفلفل اسمر وبهارات. خلي بالك من نسب الملح في كل مرحلة عشان ما تبقاش حادقة منك. اغطيهم كلهم بالبيض والبقسماط واحمرهم على اساس ان هما بانيه عادي. كلنا عارفين المسألة دي، تحمير البانيه ازاي. في كتير قوي بيحطوا البقسماط على البيض، وتبقى يعني كل واحدة وليها طريقة في تحمير البانيه. واحمرها بانيه ونقدمها مع بعض. عايزة اقول حاجة لغاية المرحلة دي، ان انا غلفتها بالبانيه بالبيض والبقسماط لغاية كده. مش عايزة تحمري في اطباق فل او اللي هي الاطباق الالومنيوم. حطيها وحطي بينها طبقات وكده، حطي بينها الشرايح البلاستيك او كيس بلاستيك وغلفيها كويس وحطيها في الفريزر. انتي لسه ما خلصتيش غدا وحد جاي من الكلية وحد جعان وكده، بتطلعي او تعمليها عشاء او تعمليها غدا. يعني على اساس إن النهارده انا جبت نص كيلو، ممكن كنت اجيب كيلو. واللحوسه بقى بتاعت البيض والبقسماط دي بدل ما تبقى مرتين تبقى مره واحده. اعمل كميه نصها اسويها نتغدى بيها، والنص التاني احطه في الفريزر لاي ظرف. هي كده بتبقى جاهزه وتطلعيها من الفريزر تحمريها. حمرها ونرجع نقدم مع بعض. طيب احنا حمرنا البطاطس وحمرنا الفراخ بانيه، وعملت سلطه الطحينه وهحط خيار مخلل. على فكرة أنا هاخد براءة اختراع للخيار المخلل ده، رغم إن أختي منى هي أشطر مني في المخللات، بس أنا هاخد منها براءة الاختراع دي لأنه ممتاز ممتاز. بس شرط يكون الحجم ده بيخرفش بقى وجميل وسر. عايزاكم تتفرجوا على فيديو المخلل، اللي ما اتفرجش على فيديو المخلل فايته كتير. أوكي؟ واللي هياكل بمكرونة هقول لكم فكرة إيه قصة المكرونة. امبارح لما عملت فاهيتا كله كل، وكنت عامله جنبها مكرونه، كله كل بالعيش وسابوا لي المكرونه. طب والله العظيم لا تكونوا واكلينها النهارده مع الكفته. سخنتها، اللي هياكل بالعيش اوكي، واللي هياكل بالمكرونه هغرفها. وكان ده غدانا النهارده معاكم. بس انا ما حمرتش الكميه كلها لان في ناس لسه مش هتتغدى دلوقتي، لما يرجعوا بالسلامه احمر لهم بقى حاجتهم. كنت معاكم مطبخ مصريه، اماني من مطبخ مصريه. باحبكم كلكم. ما تنسوش طبعًا لايك، شير، تفعيل جرس يوصلِك مني كل جديد. باحبكم كلكم. باي باي.